السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ أكتر سؤال بيجي الفترة اللي فاتت ديّة إيه هي الsupplements أو إيه هي المكملات الغذائية؟ أنا إمتى أدّي لحد أصلًا مكمل؟ إمتى أدّي له supplements؟ إمتى ييجي في بالي إن أنا أدّي له المكمل الغذائي ده؟ ويعني إيه supplement أصلًا؟ لإن لسه لغاية دلوقتي الناس بتتعامل مع المكملات الغذائية إن هي حاجة شبه الأدوية، ما ينفعش أي حد إن هو يدّيها، ولازم إن هو إيه، يكون واحد عنده مشكلة مرضية معيّنة علشان ياخد الsupplements ده، في supplements كده، في مكملات غذائية كده، ولكن في أنواع كتير جدًا من المكملات الغذائية، كويس؟ ففي الsession دي أو في الفيديو ده هاتكلم معاك عن كل أنواع الsupplements اللي موجودة، كويس؟ ومين يستخدمها ومين لأ، ومين محتاجها وهكذا. طيب، يعني إيه supplement أصلًا أو يعني إيه مكمل غذائي؟ من اسمه. واحد عنده نقص في حاجة معيّنة، في عنصر بقى معيّن، في حاجة ماكرو، حاجة كبيرة بتخش الجسم بس هو مش عارف يكفّيها، زي البروتين مثلًا، واحد مش عارف يدخّل كمية البروتين اللي هو محتاجها من الأكل بس، فممكن ياخد بروتين من برّه، وواحد نحيف مش عارف إن هو يدخّل ولا بروتين ولا carb ولا fat فبندّي له مكمل فيه ال3 مع بعض، حاجات زي الSerious Max مثلًا. واحد مثلًا عايز يطوّر من أدائه الرياضي، بندّي له supplements معيّنة. واحد عنده مشكلة مرضية زي الأنيميا مثلًا، بندّي له مكملات معيّنة، كل دي حاجات هم عندهم نقص، فإحنا بنكمّله لهم بالإيه، بالمكملات الغذائية. عشان كده جزء الsupplements بالنسبة لنا مهم جدًا، جدًا كdietitians إن إحنا نعرفه، تمام؟ فالsupplements دي عبارة عن substance أو مواد بتخش لجسمك علشان تكفّي احتياجاتك من حاجات أنت مش قادر إنّك أنت توفّرها من الcurrent diet أو من النظام الغذائي اللي أنت ماشي عليه، تمام؟ في الsupplements بقى دي تندرج تحتها كل حاجة، تندرج تحتها الmacros زي الcarb والprotein والfats تندرج تحتها الvitamins زي فيتامين A والD والE والK كل دي vitamins بندخّلها. معادن معيّنة زي مثلًا الحديد، الناس اللي عندهم نقص حديد، فيتامين د، مغنيسيوم، زنك، الحاجات دي كلّها الناس بتحتاجها بكميات معيّنة، كلّها تندرج تحت كلمة إيه، تحت كلمة supplements كويس؟ طيب خلّينا نخش بقى للsupplements دي ونبدأ أول حاجة بالsupplements اللي الناس الرياضيين كتير بيحتاجوها، إحنا نقسّمهم كده supplements للناس الرياضيين، supplements للناس مثلًا obese، supplements للناس عندهم clinical cases معيّنة زي الأنيميا، زي فيتامين د deficiency، زي البيتا thalassemia الحاجات دي كلّها أو المشاكل دي بتحتاج supplements وهنشوف دلوقتي كل واحد بيحتاج إيه، تمام؟ فمثلًا من أشهر الsupplements اللي موجودة هو الwhey protein. إيه الwhey ده أصلًا؟ الwhey ده مادة أو البروتين اللي موجود في اللبن، اللبن موجود فيه إحنا عارفين حاجتين الwhey protein والكازين، الاتنين بروتين ولكن الwhey بيكون أسهل شوية في الامتصاص، بيمتص بسرعة، الكازين ده بندّيه للناس اللي عايزين ياخدوا وقت أطول في الامتصاص، هو بروتين برضه ولكن بياخد وقت أطول شوية في الامتصاص، تمام؟ فالwhey ده بندّيه لمين؟ بندّيه للناس اللي عندهم نقص مثلًا في العضلات ممكن ندّيه لهم، ندّيه لواحد مثلًا بيروح gym ومحتاج إن هو يزوّد في الكتلة العضلية، هو normal عادي، بس هو عايز يزوّد في الكتلة العضلية، فنزوّده له كويس، بنكمّل بيه احتياجاته من النظام الغذائي يعني، ولكن للناس دي خلّي بالكم مش بيبقى هو أنسب حاجة، هو كويس ولكن في حاجات تانية زي الbeef مثلًا، الbeef ده بيبقى بروتين برضه بس جاي من اللحوم أكتر. ده بيبقى بروتين خام، مش بيبقى جاي معاه ولا fats ولا carbohydrates. الwhey ممكن يكون موجود معاه نسب وهنقول لكم النسب ديّة دلوقتي، ولكن الأفضل الناس اللي بتروح الgym دي هو الbeef ده البروتين اللي جاي من اللحوم، فالlogical value بتبقى أعلى أو القيمة الغذائية بتاعته بتبقى عالية أكتر، وفي نفس الوقت بيكون بروتين خام، تمام؟ طيب. فنرجع لموضوعنا إيه هو الwhey؟ الwhey ده زي ما قُلت لك هو بروتين كده، كده موجود في اللبن، تمام؟ طيب في منه أنواع، في منه كذا أنواع، في منه مثلًا في منه الconcentrate ده بيبقى بروتين بس موجود معاه نسب من الcarb والfats بتتراوح مثلًا من آآ 30 ل40% تمام، فنسبة البروتين فيها في العلبة دي بيتراوح مثلًا من 60، 70، 80 كده، تمام؟ باقي ال100% بيكون carb وfats حلو؟ ده اللي هو الwhey concentrate ده تدّيه لمين؟ تدّيه لواحد مثلًا بيضخّم كويس، تدّيه لواحد مثلًا عايز يزيد في الوزن بس بتدّي له ماكروز بقى كلّها مش مركّز على البروتين بس تمام، فهتلاقي الwhey ده أرخص غالبًا من أنواع البروتين التانية اللي هو الconcentrate حلو، لإن هو مش بيبقى بروتين خام، بتدّي له بروتين وبتدّي له حاجات تانية مع البروتين، بتدّي له بروتين وكارب وfat اللي أغلى بقى وأكتر نوع بيبقى غالي شوية هو الisolate لإن ده بيبقى pure protein بيبقى
فري لاكتوز وفري فاتس، بيبقى خالي تماما من الكربوهيدرات والفاتس، مش تماما يعني، تبقى نسبه قليله من 5 ل 10%. بس نسبه البروتين بتبقى فيه 90%، فده رقم كويس قوي. دول اشهر نوعين من الواي. وزي ما قلت لك في نوع بقى تالت اللي هو البيف. البيف ده بيبقى جاي من اللحمه مش جاي من اللبن، وده احسن نوع تديه لواحد بينشف، تديه لواحد بيزيد في الوزن بس عايزه يزيد عضلات ما يزيدش دهون، وهكذا. انما الواي لا، بيزيد، بيديك بروتين بس بيديك كمان حاجات تانية زي الايه، بيديك حاجات تانية زي الكارب وزي الفاتس. تمام. طيب بتستخدمه ازاي؟ بتستخدمه ان انت بتحط السكوب على مثلا 200 مللي لبن وتشربه كويس. وعلى فكره بيخش في صناعات كتير زي البروتين بار مثلا، او معظم السناكس الصحيه الغنيه بالبروتين بتبقى فيها الواي ده. في بقى سبلمنتس تانية زي الامينو اسيدز مثلا، او البي سي دبل اي. ده اللي هو البرانش تشين امينو اسيدز، او الاحماض الامينيه يعني. نوع من انواع الاحماض الامينيه، مش كل الاحماض الامينيه دي، النوع الكويس، النوع البيولوجيكال فاليو بتاعته عاليه او القيمه الغذائيه بتاعته عاليه. بس النوع ده ما بنصحش بيه حد بصراحه، لان كده كده لو كلت صدر فرخه فانت بيخش لك بي سي دبل اي، بيخش لك امينو اسيدز. امينو اسيدز دي هي البيزك يونت بتاعت البروتين، او الوحده البنائيه بتاعت البروتين. تمام. فانت اكلت لحمه، اكلت فراخ، اكلت بيض، اكلت سمك، اكلت تونه، الحاجات دي كلها فيها بي سي دبل اي، فانت ما بتحتاجهاش يعني. السبلمنتس ده انا مش برشحه لحد بصراحه خالص، لانك كده كده بتاخده من ايه؟ بتاخده من الاكل. في بقى حاجات تانية زي ايه؟ حاجات تانية زي البيتا الانين، ده كويس، في ناس بتستخدمه بعد كجزء يعني من السبلمنتس اللي بياخدوها، لانه من الحاجات اللي بتدي طاقه بنسبه كويسه. هو عامل زي الكافيين والكارانتين والحاجات دي كلها، تديهم طاقه بنسبه كويسه. بس غالبا ما بيبقاش موجود لوحده، بيبقى موجود معاه كارنيتين وبيبقى موجود معاه كافيين، فبيبقى كويس يعني. ممكن ناس تستخدمه زي ما قلت لك علشان يديهم ايه، يديهم طاقه بنسبه كويسه يعني. حلو. وبيشتغل كمان ان هو بيوسع كده في الاوعيه الدمويه، فبيبين الفينز بتاعت الناس اللي بيتدربوا، او الشرايين بتاعت الناس اللي بتتدرب دي، فبيبقى بالنسبه لهم كويس قوي. حلو. طيب الكرياتين ده بقى احسن سبلمنتس ممكن اي حد يستخدمه. ده اي حد بيتمرن لازم ياخد الكرياتين ده. وده ليه؟ الكرياتين ده على فكره نوع من انواع البروتين كويس، جسمك كده كده بيصنعه، وموجود في اللحمه والفراخ والحاجات دي، ولكن موجود بكميه قليله قوي. يعني انت لو استخدمته من اللحمه والفراخ والكلام ده والتونه والسمك وهكذا، هتحصل مثلا جرام 2 جرام في اليوم. بس انت احتياجك اليوم بيكون 5 جرام كويس، 5 مللي جرام اسف. فبتحتاج انك انت ايه، تاخده من از سبلمنت خارجي يعني. عشان كده اي حد بيتمرن بياخد كرياتين. طيب وظيفته ايه بقى الكرياتين ده؟ كتير بيبقى عندهم معلومة مغلوطة، وهم ما لا يلاموا يعني، لأن ده الكلام المنتشر عن الكرياتين، إن هو بيحبس مية جوه العضلات، فبيزود لك الحجم العضلي عن طريق إن هو بيبعت العضلة بقى، بتبعت إشارات للمخ إن هي تزود لهم الحجم العضلي، لأن في مية محبوسة وهكذا جوه العضلات. ولكن ده مش الوظيفة الأساسية بتاعته يعني، هو مش بيعمل كده أصلا. هو الكرياتين وظيفته إن هو بيشتغل على إحدى مسارات الطاقة في الجسم، مش لازم نقول اسمها دلوقتي عشان ما ندوشكمش بحاجات. هي حاجات مهمه، نظام اسمه الاديبوز كرياتين فوسفات، ما علينا باسم النظام يعني. النظام ده وظيفته ان هو بيزود لك من عدد الاي تي بي، او عدد وحدات الطاقه اللي الجسم بينتجها كويس. فبيزود معاك الاداء بتاعك، لان هو بيديك طاقه اكتر. وغير كده كمان ان هو بيزود شويه من الفات بيرن، عن طريق ان هو بيخلي الجسم يعتمد اكتر على الدهون كمصدر للطاقه. فتلاقي الناس اللي بتنشف بتاخد مثلا كرياتين، الناس اللي بتروح الجيم عموما بتاخد كرياتين. ليه؟ بيديله طاقه، وبالتالي لما بياخد طاقه كويسه، لان زي ما قلت لك هو بيساعد ان الاي تي بي اللي خارج يطلع بكميات اكبر، هو بيساعد ان الاي دي بي يتحول لاي تي بي. تمام. فبدل ما كان بيخرج 2 مثلا يخرج 36. فبالتالي الطاقه بتاعتك بتزيد، فادائك بيتحسن كويس. وغير كده كمان بيزود في الحرق بتاع الدهون، فبيبقى كويس جدا للناس اللي بيستخدموه. بس خلي بالك انك لما تيجي تستخدم كرياتين تستخدم المونوهيدرات، ده احسن نوع من انواع الكرياتين يعني. كويس. طيب السبلمنتس التانية على فكرة الكرياتين ده بتلاقي منه جرعات كتير، في منه مثلا ثلاثة، في منه خمسة، دول أشهر اتنين يعني. جرعة 3 مللي جرام، وفي جرعة 5 مللي جرام. دايما خد الخمسة، ودايما خد المونوهيدرات، لأنك هتلاقي أنواع كتير من الكرياتين يعني. بعد كده الكافيين، دايما تلاقي اي حد اصلا بيروح التمرين يقول له خد قهوه قبل التمرين. هو اللي بيقول له خد قهوه او موز او كده، لان الحاجات دي بقى بالذات القهوه، لا بلاش الموز، هو اللي بيديله القهوه ليه؟ علشان فيها نسبه كافيين عاليه. الكافيين ده بيديك طاقه، بيزود
الطاقة بالنسبة لك يعني، فبيبقى كويس أوي. والكافيين ده لمّا نسبته بتبقى كويسة زي القهوة الخضرا مثلًا، بيزوّد شوية في حرق الدهون، بس خلّي بالك إن الكافيين دي كل ما القهوة اتحمّصت أكتر، كل ما الكافيين نسبته قلّت. فمثلًا القهوة الفاتح دي فيها أعلى نسبة كافيين، فأنت لو مثلًا واحد بتنزل في الوزن أو حاجة، ممكن تستخدم القهوة دي. هي مش بتعلّي معاك الحرق بالنسبة الفظيعة يعني، هي بتعلّيه بمعدل ممكن 3، 4%، ولكن هي ميزتها كمان إن هي بتحسّسك بالشبع لمدة كبيرة، ودي ميزة القهوة الخضرا على فكرة، وميزة القهوة عمومًا إن هي بتعمل كده. الكافيين as a supplements عادي ممكن تستخدمه، بس زي ما قُلت لك هو زيه زي الأرجينين كده فوق، مش بيبقى لوحده، بيبقى مثلًا في حاجة زي الC4 أو الTotal War. دول منتجين موجودين في السوق دُولة، بيبقى فيهم الsupplements دي كلها، الكافيين مع ال L-كارنيتين مع الأرجينين مع الحاجات دي كلها متلمية في بعض كده، مع في كاب في كاب واحد بتاخد الscoop منه، بيدّيك طاقة بنسبة كويسة أوي يعني. فالكافيين as a supplements كويس، وهو بيستخدموه كإيه، كمصدر للطاقة. في حاجات زي النازوناكس دي، ده فيلم كده بيتحط تحت اللسان، ده بيدّيك برضه بيخلّيك مركّز وبيساعدك على التركيز وهكذا، فبيبقى بالنسبة لك كويس جدًا برضه. في حاجات تانية زي الصوديوم بيكربونات، دي بيستخدموها علشان يزوّدوا ال ال إيه، الحجم بتاع الveins نفسها، العروق بتاعته تبقى باينة كده، للناس اللي هي بتتمرّن يعني، عامل زي الL-أرجينين برضه والسيترونين. آآ إيه تاني مهم ممكن تعرفوه؟ إيه تاني؟ ممكن ننزل تحت كمان multi vitamin بقى عمومًا. بُص، في حاجة اسمها multi vitamin. يعني إيه multi vitamin؟ ده مكمل عام للجسم، أي حد ممكن ياخده. حاجات زي centrum وlimitless وال وإيه تاني centrum وlimitless، في حاجات بقى في شركات تانية يعني، دُولة اللي على بالي دلوقتي. دُولة أكتر supplements ممكن إنك أنت تستخدمهم يعني، بيدّيك بقى كل الsupplements أو كل المكملات الغذائية أو كل الvitamins اللي أنت محتاجها في كبسولة واحدة، تمام. في منها للسيدات وفي منها للرجالة عادي ممكن تستخدمها. بيبقى فيها فيتامين سي والD والE والK وهكذا. فمثلًا لو جينا ناخد كل supplements لوحده بتدّيه مثلًا لمين؟ فيتامين سي ده معروفة للمناعة. حد مثلًا عنده مشاكل في الأعصاب أو في التركيز أو كده بندّي له فيتامين B12. حاجات زي الميثايل تكنو وزي مثلًا ملجا وهكذا. فيتامين د ده بنديه للناس اللي عندهم مشاكل في العضم أو عندهم مشاكل في الغدة أو الوزن بتاعهم قليل ما بيزيدش، غالبًا بيبقى عنده فيتامين د deficiency، فبنحتاج ندّي له فيتامين د من برّه. وافتكر دايمًا الفيتامين د ما بيتعوضش من الأكل، لازم ياخد supplement على حسب الdeficiency اللي هو فيه. يعني مثلًا واحد عنده فيتامين د مثلًا نسبته 18، 17، ده عنده severe deficiency of vitamin D. ده أقل من 20، يعني ده واحد ناقص حاد، لازم ياخد supplement. ممكن ياخد مثلًا 50,000 وحدة، تبقى كبسولة كده بياخدها كل أسبوع مرّة، حلو، بيمشي عليها لمدة 12 أسبوع تقريبًا. مثلًا واحد عنده 30، 30 ده يعني إلى حدٍ ما كويس شوية، ممكن ياخد مثلًا إيه ساعتها 20,000 وحدة. واحد عنده 40 ما كويس، ممكن ياخد 5000 وحدة وهكذا. الكالسيوم كويس برضه، بيستخدموه للناس اللي عندهم مشاكل في العضم أو كده، وغالبًا الكالسيوم بيتاخد مع فيتامين د. الحديد هو مكمل بيتاخد لأي حد عنده أنيميا، تمام. عنده أنيميا حديد، الهيموجلوبين عنده قليل أو الMCV أو الMCH قليلة، كويس. ده أنيميا الحديد بس. في أنيميا تانية زي مثلًا الG6PD أو أنيميا اللي هي البقوليات، حلو. ده ما بيتعالجش مثلًا بالحديد، ده بيتعالج إنك أنت بتدّي له قصدي آسف، بتقطع عنه البقوليات علشان ما يحصلوش المشكلة دي. الزنك بقى والمغنيسيوم دول ممتازين لأي حد بيتمرّن، حلو. ممتازين كلمة قليلة عليهم، ممتازين جدًا، 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 لإن هُم بيحسّنوا لك من الrecovery. الrecovery ده يعني إيه؟ يعني إنك أنت عضلاتك بتتشد شوية أو بتُجهد شوية وقت التمرين، بتحتاج ترتاح بعد ما تخلّص تمرين. المغنيسيوم والزنك دول بالنسبة لك بيبقوا كويسين جدًا، والزنك عامل زي الكرياتين كده، صعب إنك أنت توفّره من الأكل الكمية اللي أنت محتاجها، اللي هي 25 مللي جرام تقريبًا. فالزنك ده أي حد بيتمرّن خلّيه ياخده. المغنيسيوم كمان بيعمل relaxation كده للعضلات، وبيخلّي العضلات ترتاح، وبيحسّن من النتيجة اللي هيشوفها كمان، فبيبقى ممتاز جدًا، جدًا لأي حد بيستخدمه. تحت بقى ده هتلاقي معظم الsupplements اللي إحنا قُلناها دي، حاجات زي centrum زي limitless زي الoptiman ده لأي حد بيتمرّن ممتاز. فدي معظم الsupplements اللي موجودة في السوق اللي هتشوفها. في حاجات بقى أسامي تجارية، حاجات زي liposucks، حاجات زي مثلًا الtotal war الC4، الحاجات دي كلّها. هو كل اللي هو بيعمله إن هو بيجمّع لك كذا حاجة من الحاجات ديّة ويحطّهم في كبسولة واحدة، حلو، كاسمًا تجاريًا بس، عشان يدّيك أفضل أداء. بس كده، أتمنى أكون فدتكم النهارده، وبإذن الله أشوفكم في فيديوهات جاية.
معاكم dietitian يوسف هشام، واشوفكم إن شاء الله المرة الجاية.